السلام عليكم. ازيكم؟ نتعامل ازاي مع الكسل عند الولاد في سن المراهقة؟ طيب اولا لازم نوصف الكسل بشكل صحيح، يعني لازم احدد هل فعلا ابني كسول ولا انا بقول كده لان انا عايزاه طول اليوم شغال ما بيقعدش، دايما بيشتغل او بيذاكر او بيعمل لي حاجة انا محتاجاها، المهم ان انا ما اشوفوش قاعد. طيب لو اتأكدت فعلا ان ابني كسول اتعامل معاه ازاي؟ أول حاجة الموضوع بيبدأ من بدري، من الطفل صغير لازم نعلمه المسؤولية، لأن الطفل وهو صغير معظم الأمهات بتحب تريحه أو بتحب تعمل هي كل حاجة مكانه علشان تريح نفسها، فيطلع الطفل اتعود على إن الأم بتعمل كل حاجة وتقوم بدوره، فتعود على الراحة وتعود على الاتكالية، فما تستنيش منه لما يكبر إنه يسمع الكلام ويقوم بدوره بسهولة. فالنقطة دي مهمة جدا للي عندهم أطفال صغيرين. النقطة التانية، لو ابنك كسول هتتكلمي معاه، هتقعدي معاه وتتكلمي معاه وتقولي له ان طالما احنا الاتنين عايشين في البيت مع بعض يبقى احنا محتاجين لبعض، انا محتاجاك في بعض الامور وانت محتاج لي في بعض الامور، فما ينفعش تطلب مني ان انا اقوم بدوري وانت ما تقومش بدورك، الحياة كده مش هتستقيم. قولي له ان طالما انت عايش مع حد ما ينفعش تعيش لنفسك بس، لان محدش هيستحمل كده، انا ليا عندك مصلحة وانت ليك عندي مصلحة، يبقى الحياة اخذ وعطا. الحاجة التانية اكيد هو طبعا مش هينفذ لك كل حاجة، يعني مش هيبقى ريبوت، ما هو انسان برضه، فممكن يسمع كلامك ويعمل لك بعض المهام، وفي المقابل ممكن يكون في كسل في حاجات تانية، سواء مذاكرته او كورساته او حاجة خاصة بيه. هتعملي ايه بقى في النقطة دي؟ هيبقى فيه الحد الأدنى من المهام اللي هيعملها، وبعدين أديله مساحة من الحرية يتحرك فيها مع نفسه ويعيش فيها حياته. زي ايه المهام بتاعته؟ زي مثلا المذاكرة، ما ينفعش يأثر في دراسته، أو مثلا أنا محتاجاه يجيب لي حاجات من بره، أو مثلا لو بنوتة يبقى ليها حاجة معينة حتى ولو بسيطة بتساعد بيها في البيت، وهكذا. شوفي الحاجات الأساسية جدا اللي هي تبقى الحد الأدنى اللي ما ينفعش نتغاضى عنه، الحاجات دي لازم يقوم بيها. في المقابل في بعض الحاجات انت هتبقي متحكمة فيها، زي مثلا التليفون، زي التلفزيون، زي مثلا ان هو هيخرج مع صحابه، زي في تمارين او بيلعب رياضة معينة او خروج اخر الاسبوع، كل الحاجات دي انت هتبقي متحكمة فيها، فعلى حسب المهمة هتبقى ايه العواقب. يعني مثلا هو ما بيذاكرش كويس ومطنش مذاكرته، يبقى انت هتقولي له انت لو ما جبتش المجموع ده، وتحددي له مجموع بس خدي بالك يتناسب مع قدراته علشان ما تضغطهوش، لو ما جبتش المجموع ده يبقى انا كده هضطر اشيل التليفون منك، لو انت ما جبتليش الحاجات المطلوبة منك النهاردة يبقى مش هينفع تنزل مع صحابك، وهكذا. انت هتقولي له المهمة اللي عليه والعاقبة بتاعتها ايه وتسيبيه، متلحيش عليه ولا تضغطي عليه، بس ضروري جدا تكوني حازمة في تنفيذ العواقب. اعملي الكلام ده بدون عصبية، بدون ما تديه محاضرات كل مرة تطلبي منه حاجة، لان هو كبير بما فيه الكفاية انه يتحمل مسؤولية وهو في السن ده. الكلام الكتير مش هيجيب معاه نتيجة، علشان يتعلم بعد كده انه لو ما عملش اللي عليه اكيد هتبقى فيه عاقبة سيئة. لو ما صحيش بدري علشان يروح الشغل لما يكبر هيتخصم من مرتبه، لو أثر في شغله ممكن يمشي من شغله، لو ما تحملش مسؤولية بيته المادية والمعنوية مفيش حد هيعمل كده مكانه. لكن لما احنا نزهق ونمل من كتر الكلام معاه وان الكلام مش جايب معاه نتيجة فنسيبه يكمل على الكسل بتاعه، فاحنا كده بنساعده انه يفضل كده لما يكبر. واخيرا اوصيك بالدعاء. السلام عليكم.